فاسو، الكاميرون ومنتخب غينيا بيساو. غينيا بيساو التي تشارك للمرة الأولى. الكاميرون جاء من المستوى الثالث وبوركينا فاسو من المستوى الثاني. نواصل المجموعة الثانية. المجموعة الأولى ستلعب مبارياتها في العاصمة ليبروفيل في مدينة فرانسفيل المجموعة الثانية، وفيها منتخبان عربيان، الجزائر وتونس والسنغال وزيمبابوي في مدينة فرانسفيل. فرانسفيل توجد في الجنوب الشرقي للغابون. المجموعة الثالثة ستلعب في مدينة أويام التي يخشى منها الكثيرون في الواقع، مدينة مجهولة غير معلومة في الواقع للمنتخبات. كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، المغرب والتوغو. لربما هذه إعادة لمجموعة الكوت ديفوار والمغرب في تصفيات كأس العالم. في المجموعة الرابعة في مدينة بورجونتي، هي مدينة أيضا على الساحل المحيط الأطلسي، هي أيضا إعادة لتصفيات كأس العالم. غانا، مالي، مصر وأوغندا. إذا غانا ومصر أيضا مواجهة بين المنتخبين معا. إذا سنعلق على هذه المجموعات واحدة بواحدة. نبدأ بالمجموعة الأولى التي قلنا يا وائل ويا حاتم بأنها أكثر مجموعات توازنا، لربما هذه لحسن حظ البلد المضيف لهذه البطولة. من أراد منكم البدء؟ يعني المجموعة الأولى أنا شايف إن هي الأضعف في وسط الأربع مجموعات. يوسف، يعني المنتخب بالترتيب بتاعهم، ترتيب القوة بتاعتهم، أنا شايف الكاميرون، الجابون، بوركينا، غينيا بيساو، الأربع منتخبات بالترتيب ده أعتقد هي الحلقة الأضعف في الأربع مجموعات. المجموعات الثانية فيها فرق قوية جدا، على الأقل 3 فرق قوية في كل مجموعة، فأعتقد إن هي دي الحلقة الأضعف فيها، واللي هيتأهل عن المجموعة دي غالبا هيكون الكاميرون والجابون. طيب ممتاز. المجموعة الثانية الجزائر، تونس، السنغال، زيمبابوي. على الأقل 3 منتخبات من أقوى ما يكون، من الجزائر وتونس والسنغال وحتى زيمبابوي، فريق غير سهل في الواقع. هو حقيقة يوسف، الناظر للمنتخبات المتأهلة لم يعد هنالك منتخب ضعيف، ولابد أن نتكلم أنها تقدمت أفريقيا على مستوى المنتخبات وتحسنت، وشاهدنا هذا معنا في المباريات التصفيات الكأس العالم. يعني الكل كان يرشح الجزائر في الفوز في المباراة، لكن الكاميرون ظهر بشكل جيد وكان قريب من الانتصار، بالرغم أنه على مستوى إسماء الإمكانيات أن الجزائر أفضل منتخب إفريقي في هذا الوقت بالذات على مستوى إمكانيات اللاعبين. لكن على مباراة كرة قدم كل شيء وارد، معنى قادر فريق أن يقول أقل إمكانيات وقادر أن يلعب مباراة جيدة. في هذه المجموعة الجزائر، تونس، السنغال، زيمبابوي، صحيح الأضعف هو زيمبابوي. السنغال كذلك عاد بقوة، هنالك لاعبين صغار السن ينشطوا في الدوري الفرنسي وفي بعض الدوريات الأوروبية عندهم إمكانيات، والسنغال في طور بناء منتخب قادر أن يعيد مجد السنغال الماضي. تونس كذلك، تونس المباراة الأولى في تصفيات كأس العالم ظهرنا بشكل جيد وانتصرنا في أول مباراة، نريد كذلك أن نعيد فرحة ما فقدناه الجيل اللي حقق كأس أفريقيا، وقادرين بهذا الجيل صحيح على منتخبات قوية لكن قادرين أن نظهر بشكل جيد. نعلم جيدا أن المنتخب الجزائري المنتخب الأقوى، نعلم جيدا أن جل لاعبيه يلعبوا في بطولات أوروبية قوية جدا، خاصة بذلك محرز إلى سليماني إلى فاغولي إلى عدة لاعبين، عندك بن طالب، عدة لاعبين كبار، لكن لابد أن نؤمن بحظوظنا، ونعلم جيدا أن هذه المباريات لا تقام في أوروبا وليس مباريات في ألمانيا أو في مباريات أوروبية، سنلعب في الغابون والطقس مغاير والوضع مغاير، وقادرين أن نضع بصمتنا في أي مباراة. طيب سأنتقل بك مباشرة إلى الرابعة، نتجاوز الثالثة، سنعود لحاتم الحديث عنها. الرابعة فيها منتخب مصر، غانا، مالي، أوغندا. يعني مجموعة كأس العالم بتتكرر باستثناء تواجد مالي مكان الكونغو، ف يعني أنا ما كنتش أتمنى يبقى معانا أوغندا وغانا. هدف وحلم المصريين كله يا يوسف إن احنا نروح كأس العالم. فرقتين معانا في كأس العالم، كنت أتمنى إن هم يبعدوا عننا في المجموعة دي، ولكن رب ضارة نافعة يعني، فممكن خبرة واحتكاك وتفهم ازاي المنتخبين دول وتشوف مستواك بالنسبه لهم قبل كاس العالم. فيعني مش هنقف عندها، احنا في البدايه قلنا ان اللي عايز يوصل كاس العالم لازم يكسب كل المنتخبات. غالبا اللي عايز يوصل يكسب كاس لازم يكسب المنتخبات. غالبا انتم مع المنتخبات الافريقيه الفرنكوفونيه اموركم افضل، مع المنتخبات الافريقيه تتكلم بالانجليزيه. لا اكيد طبعا احنا الافضل ان احنا بعدنا عن المنتخبات العربيه عشان
حته الخبره اللي بيفتقدها الجيل اللي موجود في المنتخب بتاعنا. فانا اتمنى ان زي ما قلت لك في الاول يا يوسف ان الجهاز الفني يتعامل مع المباريات زي ما هو بيتعامل بالشكل اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي، مباراه، وزي ما قلت لك برضو احنا بنعرف نلعب في كاس الامم، فمش مشكله بالنسبه لي ان احنا نبقى مع مين. يعني منتخب غانا منتخب قوي طبعا، منتخب اوغندا قبل ما نلعب معاه بقول لك منتخب قوي جدا جدا جدا، منتخب منظم متطور جدا، عنده لعيبه كويسه. فاجئ منتخب غانا وتعادل معاه في ملعبه في غانا في تصفيات كاس العالم اول مباراه، فيعني مش هيكون ضيف سهل على المجموعه. منتخب مالي بيملك مجموعه من افضل المحترفين في الدوريات الاوروبيه واعتقد ان المنافسه هتكون قويه وشرسه، واحنا متوقعين ده من البدايه. مجموعة المغرب والكوت ديفوار كذلك في كأس العالم الآن تذكر على الأقل مواجهة بين المغرب وبين كوت ديفوار مع الكونغو الديمقراطية ومع الطوغو كذلك. هي بروفا جيده للمغرب قبل التصفيات، تكون تصفيات كاس العالم، يعني جيده هذه كاس افريقيا معناها تاتي في شهر يناير. المنتخبات العربيه اكيد معناها ان يقف كل مدرب على امكانيات المنتخب واللاعب الذي سيكون معناها اعلى. اظن الهدف هو التاهل كل منتخب لكاس العالم، اكيد كاس افريقيا مهم للمنتخبات العربيه لكن الاهم هو تصفيات كاس العالم. اظن الكوت ديفوار عاد في هذه الاونه كمنتخب قوي وفي التصنيف الاول، كذلك الكونغو الديمقراطيه عنده لاعبين في الدوري الانجليزي، لاعبين معنا فريق منظم، كذلك شاهدناه في اول مباراه مع المنتخب الليبي انه انتصر برباعيه. يعني كذلك منتخب الطوغو منتخب جيد، لكن نعول كثيرا على خبرة المنتخب، خبرة المدرب المغربي، كذلك اللاعبين اللي غابوا بعض الأيام في الفترة الأخيرة غابوا على تصفيات كأس أفريقيا. هذه العودة لابد أن المنتخب المغربي يظهر بشكل جيد أنه منتخب قوي، وكان قوي ولا يزال قوي ولا يزال عنده لاعبين قادرين أن يظهر بشكل جيد. وخير دليل وصول الوداد البيضاوي إلى دور نصف نهائي شامبيونز ليج، وكذلك الفتح إلى دور نصف نهائي. هذا دليل على تطور الكرة المغربية وأنها في طور القدوم والعودة إلى مستوياتها التي معنا كانت في سنوات ماضيه، والبصمه لابد ان توضع في هذه كاس افريقيا. انا اتفائل خير للمنتخبات العربيه ان يظهروا بشكل جيد وان يكونوا متواجدين في ادوار متقدمه في الكاس الافريقيه هذه، وخاصه حتى وجود الجزائر وتونس في نفس المجموعه قادرين يتواجدوا معنا في مع بعض في الدور الربع نهائي. وكذلك المنتخب المغربي انا اظن عنده الامكانيات ليظهر بشكل متميز. كذلك نتمنى لمصر ان يظهر بشكل ممتاز وعنده جيل جيد، واظن انه قادر ان يصل بهذا الجيل الى تصفيات كاس العالم، وكذلك ان يصل الى ادوار متقدمه. ومصر عودتنا ان تكون دائما لما تشارك تكون دائما في ادوار متقدمه. طيب انا الان اقرا ردود الافعال في الواقع من خلال الصحافه الموجوده عندنا هنا. الصحافه المصريه ابدت امتعاض، منزعجه، قلقه في الواقع من وقوع منتخب مصر مع غانا مره اخرى ومع المجموعه المونديال، وكانه سيكون هناك تكرار لعمل في تصفية كأس العالم وتكرار على مستوى كأس افريقيا. هو ده اللي انا قلته لك يا يوسف. يعني انا اعتقد ان انت صعب يا حاتم في الكوره تلاعب منتخب 3 مرات ورا بعض تكسبه، صعب جدا. كل مره اكيد بيستفيد منك حاجه لو انت كسبته يعني. فانا كنت اتمنى ان المنتخبين يبقوا مش معانا في المجموعه عشان خاطر كأس العالم مش عشان خاطر كأس الامم، ولكن زي ما بقول لك طالما جم معانا خلاص احنا ما فيش مفر، انت لازم تحتك ولازم تستفيد، ولازم لو كسبته مره تكسبه مره ثانيه عشان توصل للهدف بتاعك. ولكن يعني لو اخترت مجموعه مش هيطلع اقل من كده يعني، باستثناء المجموعه الاولى طبعا الضعيفه اللي اتكلمنا عليها. كابتن وائل الان معنا مباشره من الرباط يوسف شافعي رئيس تحرير موقع البطوله المغربي. يوسف اهلا بك معنا مره اخرى. كوت ديفوار في طريق المنتخب المغربي، ما رايك في المجموعه ككل مع المنتخبات الثلاثه التي ستلعب مع المغرب؟ اهلا بك اخي يوسف. اعتقد ان المنتخب المغربي حاليا قادر على مواجهه المنتخب الايفواري الذي سيواجهه في مراكش في تصفيات كاس العالم المقبله المؤهله الى كاس العالم 2018 بروسيا. المنتخب المغربي يملك الان احد افضل مدربي القاره السمراء، ان لم نقل افضلهم بلغه الارقام، لانه نجح في الفوز بلقب كاس الامم الافريقيه في مناسبتين. إيرفي رينار يعرف جيدا المنتخب الإيفواري كما أنه يعرف باقي الخصوم، إذا أنه سيواجه كلود لوروا الذي سيقود المنتخب الطوغولي. وبذلك أعتقد أن المنتخب المغربي أمام حتمية وضرورة تحقيق نتائج جيدة في هذه كأس الأمم الإفريقية، لأن التألق
وتحقيق نتائج إيجابية أصبح مطلبا شعبيا للشعب المغربي. طيب المدينة التي سيخوض فيها المنتخب المغربي المباريات في الدور الأول هي مدينة أويام، مدينة في الواقع مجهولة في الغابون، في شمال الغابون. يبدو أن الظروف لن تكون مواتية تماما للمنتخب المغربي لخوض هذه الكاس أمام منتخبات بخبرة على الأقل على الميادين الإفريقية. يوسف. نعم أخي يوسف، هذا هو الأمر الذي تخوف منه المغاربة، تخوفوا من اللعب في مجموعة تقام في مدينة مجهولة. كان هناك تخوف من مدينتي بورجونتي ومدينة أويم، ولكن قدر المغاربة أوقعهم في مدينة أويم، وبذلك عليهم أن يتعايشوا مع أجواء المدينة، خاصة أننا نملك الآن لاعبين محترفين قادرين على التعايش مع أجواء صعبة. لكن أعتقد أن تلك المدينة ستخلق بعض المشاكل للمنتخب المغربي، لكن لا يجب أن نخلق الأعذار، الآن نحن أمام ضرورة حتمية لتحقيق نتائج إيجابية في هذه الكأس الأفريقية والوصول إلى المربع الذهبي أقل شيء. طيب عندما ننظر إلى الكونغو الديمقراطية وإلى التوغو كذلك، هل هناك مجال ربما بما أنه المنتخب المغربي أكيد أفضل من هذين المنتخبين، ولكن يجب الحذر بما أن التركيز يكون أكبر على منتخب كوت ديفوار المتواجد مع المغرب في التصفيات، وربما إهمال هذين المنتخبين خصوصا منتخب الكونغو الديمقراطية الذي أصبح الآن يعيش مرحلة الثبات كما ذكرت أنت يوسف؟ نعم، لا يمكن أن نهمل بتاتا المنتخبات الأخرى، لا يمكن أن نركز فقط على المنتخب الإيفواري. المنتخبات الإفريقية لم تعد هناك منتخبات صغيرة في القارة الإفريقية وبل على المستوى العالمي، ولنا في إنجازات إيسلندا وويلز في اليورو الأخير خير مثال. المنتخب الطوغولي استوقفني أخيرا تصريح لقائد إيمانويل أديبايور قبل مواجهتهم لأوغندا وديا، إذا أكد على أن منتخب الطوغو جاهز للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، بل إنهم يريدون الفوز بكأس الأمم الإفريقية، وهذا ليتأكد أن المنتخب الطوغولي جاهز ومحضر جيدا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بقيادة الساحر الأبيض كلود لوروا الذي يعرف خبايا القارة الإفريقية. أما بالنسبة للمنتخب الكونغو الديمقراطية فالكل يعرف قوة المنتخب الكونغو الديمقراطية الذي يتكون من نجوم محترفين يقودهم مبوكاني لاعب أول سيتي، ومجموعة من اللاعبين الآخرين الذين ينشطون في أندية قوية على المستوى الإفريقي وخاصة في الكونغو الديمقراطية كنادي مازيمبي ونادي فيتا كلوب الكونغولي، إضافة إلى أن المنتخب الكونغو الديمقراطية متمرس جيدا يقوده مدرب محلي، وهو تمرس مع اللاعبين وحققوا لقب كأس الأمم الإفريقية للمحليين الأخيرة برواندا، وهذا ما يؤكد على أن المنتخب المغربي وقع في مجموعة جد صعبة. هناك تكافؤ بين المنتخبات، إن لم نقل أن هناك قوة بالنسبة للمنتخب المغربي والمنتخب الإيفواري، لكن هناك أعتقد أن منتخبات الطوغو ومنتخبات الكونغو الديمقراطية طيب. لها نصيب في الحظوظ للتأهل للدور الثاني. شكرا جزيلا لك يوسف الشافعي عند رئيس موقع البطولة، رئيس تحرير موقع البطولة المغربي، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك. الآن إلى نافع بن عاشور، بك نافع من جديد معك مسؤول في المنتخب التونسي، مساعد مدير المنتخب التونسي، كذلك مدير المنتخب المصري. نافع تفضل. تحية لك من جديد يوسف. طبعا أفرزت القرعة عن صدام عربي، توقعنا أن يكون هناك صدام عربي جاء في المجموعة الثانية في فرانسفيل، تونس، الجزائر، السنغال وزيمبابوي، يعني صدام عربي. وإلى جانبي حاتم يساوي مدرب مساعد منتخب تونس. حاتم في 2013 في جنوب افريقيا كانت تونس والجزائر في نفس المجموعة، 2012 في الغابون تونس والمغرب هنا في ليبروفيل، والآن القرعة أفرزت عن مجموعة قوية فيها تونس، الجزائر، السنغال وزيمبابوي. قراءتك الفنية كمدرب مساعد المنتخب التونسي؟ أول حاجة عارفين معناها نهاية الافريقيا هذيا معناها ترشحوا لها المنتخبات الكل، كل منتخب نيجيري ما ترشحش، معناها المنتخبات القويه الكل موجوده في النهايه هذيا. عارفين احنا المنتخب الجزائري دربي، اخواتنا اصحابنا نعرفوهم بالكدا، نعرفوا الكاليتي التكنيك نتاع اللاعب الجزائري. نفس الشيء بالنسبه للعموم اللي نحن المنتخب التونسي. السنغال عملنا لها معناها عملناه معناها تصفيات عملنا مع نيل ربحناها في تونس، معناها ما عندناش حتى مشكله. تبقى زيمبابوي الناس الكل متعقل على حساب زيمبابوي ترشحوا الاولاني في المجموعه نتاعو.
هذه تصفيه كاس افريقيا لازمك تبدا بالقويين، مش بعد تعرف روحك النيفو نتاعك وين ماشي، سورتو في النيفو كبار باش تمشي ترشح ان شاء الله بقدر ربي كاس العالم، مستقبل كيفية نفس الشيء في اوروبا معناها ان شاء الله نعملوا معناها نهايتها باهيه، وان شاء الله نترشحوا وان شاء الله نكونوا في النهائي على منتخب الجزائر ان شاء الله. هذا ما نتمناه. شكرا لك حاتم. طبعا تبقى معي يوسف، سيكون معي مدير المنتخب المصري كابتن إيهاب لهيطة على المباشر. كابتن إيهاب، اولا القرعه وضعتكم في مجموعه يعني وكانه نسخه كربونيه لمجموعه تصفيات المونديال، في غانا، في اوغندا، ومالي وافد جديد. بالظبط، هي نفس المجموعه تقريبا تصفيات كاس العالم، لكن انا برضه احب اقول خلاص يعني الكره الافريقيه ما بقاش في فرق ضعيفه، فرق قويه، كل نشوف المجموعات كلها في مجموعات متساويه، وان شاء الله احنا بقى لنا 3 دورات مش موجودين، بس هيكون لنا تواجد ان شاء الله في الدوره دي، وان شاء الله كلنا نتمنى الفوز ان شاء الله. نتمنى عوده موفقه للفراعنه في الاجواء الافريقيه. شكرا لك يا كابتن ايهاب. شكرا لنافع بن عاشور. اذا ردود الافعال كانت مباشره بعد سحب القرعه. حاتم، مساعد مدرب المنتخب التونسي كان واقعي، قال بانه نحن نعرف الجزائر جيدا، حتى نافع بن عاشور قال له بانه لعبتم مع منتخبات عربيه في النسخ الاخيره، بان الامور معروفه جدا، نحن نعرف كل شيء عن هذا المنتخب. قال بانه من ياتي للمشاركه في كاس افريقيا يجب ان يكون مستعدا لكل شيء. قال لعب مع السنغال وفازت تونس على منتخب السنغال، وبالتالي هناك ثقه حسها عند المنتخب التونسي، لانه المنتخب التونسي لا يعيش ضغط كبير في تصفيه كاس العالم، مجموعه اقل من المجموعات الاخرى، وبالتالي المنتخب يستعد بثقه ومن دون ضغط جماهيري، بما انه حقق انتصار في الجوله الاولى من تصفيه كاس العالم. اذا الامور هادئه والاستعداد لكاس العالم هادئه. لا بالعكس، الضغط دائما مسلط على المدرب والفريق، واكيد انه يعلم جيدا، لكن هو في طبع خاص للحقيقه للاعبين وتحضير المباريات. دائما نعرف كيف نجهز مبارياتنا، خاصه المباريات الكبيره، واللاعب التونسي بتينتو يحبذ المباريات الكبيره، لانه صعب من اللاعب لما يكون امام فريق صغير، في بعض الاحيان المدرب يعمل كثير ليجهز الفريق نفسانيا كي يكون جاهز. في مثل هذه المباريات واجهنا الجزائر قبله، كان الجزائر افضل منا وفزنا عليه بهدف ل0، بالرغم انه على مستوى الامكانيات انه في المباراه استحواذ كان دائما للجزائر، وهذا بكل احترامنا المنتخب الجزائري فهو المنتخب الاقوى، لكن على مباراه او مباراتين فمنتخبنا يعرف كيف يحضر المباريات، خاصه على المستوى التكتيكي. ونعلم جيدا حتى فرقنا لما تلعب في الشامبيونز ليج لا تكون دائما الافضل، واجهنا الفرق المصريه وواجهنا الفرق الافريقيه وتكون افضل منها في بعض الاحيان، لكن نعرف كيف نفوز في المباراه، وهي هذا خصال تونسي على المستوى التكتيكي وعلى المستوى التعامل مع المباريات، ولا نكون دائما الافضل، لكن نكون دائما نعرف كيف نتعامل في المباريات. ولذلك بمثل هذه المباريات وهذه التصفيات في الوقت الحاضر فهي افرزت لنا افضل منتخبات، باستثناء كما قال حاتم المساوي ان نيجيريا غايبه في هذه التصفيات، لكن يبقى اذا اراد منتخبنا الذهاب والتأهل لكأس العالم فلا بد أن يظهر في كأس افريقيا بوجه مشرف، وأن يتأهل إلى الدور الربع النهائي، وأن يذهب بعيد، وأن يحاول أن يكون في الأدوار المتقدمة في تصفية كأس افريقيا. نعلم جيدا أن المسؤولية ليست كبيرة، ليست سهلة، لكن لا يزال شهرين وبعض الأيام للمدرب كي يقف على استعداد اللاعبين، كي يجهز لاعبين. عندنا مباراة في الشهر القادم في أول الشهر القادم مع منتخب ليبيا، كذلك هذه فرصة لأن منتخبنا يظهر بشكل جيد. ستكون مباراة أظن في الجزائر، كي نتمنى ينتصر منتخبنا على المنتخب الليبي ويكون حظوظنا ب6 نقاط، ولذلك يكون فرصة للمدرب كي يجهز الفريق. نتمنى أن اللاعبين يكونوا جاهزين في تصفية كأس افريقيا. أنا أظن حظوظنا وافرة للتأهل، ومنتخبنا والمدرب كاسبرزاك عنده خبرة السنوات الطويلة. نتمنى أن يضحى في منتخبنا، والمنتخبنا احنا تأهلنا بعد غياب 20 سنة، تأهلنا مع كاسبرزاك لكأس العالم 98، وتأهلنا لكأس افريقيا قبل كأس العالم في 96، ووصلنا إلى دور النهائي مع كاسبرزاك. نتمنى أن يعيد نفس هذه الأمور، أن نتأهل إلى كأس افريقيا ونكون متواجدين في أدوار نهائية، وأن نذهب إلى كأس العالم الذي غبنا عليه في مرتين متتاليتين. نتمنى أن منتخبنا يكون متواجد في كأس العالم القادم. على فكرة منتخب تونس كان غاب عن كأس العالم، عن كأس افريقيا 20 سنة، ولكن لم تأهل في 94، لم يغب عن كأس افريقيا لحد الآن 13 مرة، تأهل بشكل متوالي. طيب الآن إلى نافع بن عاشور نعود من جديد، ومعه كلود لوروا. نتابع مشاهدينا. كوتش دونك on a vu le tirage au sort. رأينا هذه القرعة
توغو إذا المجموعة الرابعة مع الساحل العاج المغرب، المجموعة الثالثة مع الساحل المغرب. ونعم بالتأكيد هذا تراها صعبة بالتأكيد، ولكنها مجموعة قوية جدا. أظن أنها المجموعة الوحيدة في الحقيقة حيث سنواجه أبطالا ثلاث سابقين. هذه المجموعة الوحيدة التي يوجد فيها ثلاثة أبطال سابقين لهذه المنافسة، وأتصور صعوبة هذه المهمة. إذا بالتأكيد أعتقد بأن بالتأكيد نحن في وضعيات صعبة، ولكن هذه واقع كرة قدم، ستكون على أرضية الميدان. أنت آت من بعيد إذن، وربما قد تتمكن من صنع شيء في هذه المجموعة. سوف نحاول بالتأكيد أن نعمل جيدا. بالتأكيد المباراة الأولى ساحل على كوت ديفوار، بعدها المغرب، وبالتأكيد هناك عمل كبير. شكرا جزيلا، حظ سعيد. شكرا لنافع بن عاشور، كان معه كلود لوروا مدرب المنتخب التوغولي. كابتن، أيضا هذه نسخة مؤهلة لكأس القارات 2017، بالتالي هذا عامل إضافي للتنافس الموجود أصلا، ولكن أيضا الكأس القارات، تمثيل أفريقيا في كأس القارات، هذا أيضا شيء سيضفي المزيد من الحماس. أكيد طبعا، ولكن يبقى الأهم يوسف هو الفوز بالبطولة يعني أنا بعتبر كأس الأمم إعداد قوي جدا للمنتخبات العربية بالذات، يعني عشان كأس العالم. لان يعني الاهم بالنسبه لي وبالنسبه اكيد لحاتم ان منتخب بلده او منتخب مصر ومنتخب تونس منتخب الجزائر ومنتخب المغرب يكونوا موجودين في كاس العالم. فانا اتمنى ان تكون اعداد كويس جدا للمنتخبات بتاعتنا. متوقعين المنافسه شرسه جدا 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 من المنتخبات الافريقيه. طبعا يعني اعتقد دي من المرات القليله ان يتواجد 4 منتخبات عربيه صحيح في النسخه دي من كاس الامم يعني، والاربع منتخبات مرشحه للفوز بالبطوله. فالمنافسه هتكون صعبه جدا مع المنتخبات الاخرى اللي موجوده، كوت ديفوار، الكاميرون، غانا، مالي. المنتخبات دي، السنغال طبعا كقوه كبيره جدا في مجموعه تونس والجزائر. فاعتقد المنافسه هتكون صعبه جدا. اللي هيقدر يفوز بالمباراه الاولى هتكون حظوظه كبيره جدا في التاهل على فكره يا كابتن، المباراه الاولى مصر اوغندا، بعد ذلك مصر غانا، من ثم مصر مع منتخب مالي. برنامج مباريات مؤثر على نتائج منتخب مصري؟ يعني اكيد ان احنا نلعب اول مباراه مصر واوغندا اسهل من ان انا ابدا بمباراه غانا. زي ما بقول لك المباراه الاولى مهمه جدا في ان هي تدي دوافع ومعنويات مهمه جدا للفريق. فاعتقد ان الترتيب كويس مش سيء يعني. طيب سنذكركم الان مشاهدينا، نذكرهم التحق من الان باننا عشنا حفل في الواقع سحب قرعه كاس الامم الافريقيه في النسخه 31 بالجابون باشراف رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم عيسى حياته، ورئيس الجابون علي اونديمبا بانغو. وكان الحفل في الواقع بهيجا وكبيرا وانتهى بسحب القرعه. سنذكركم الان بالمجموعات الاربع مشاهدينا. المجموعه الاولى ستلعب في العاصمه ليبروفيل، الجابون، بوركينا فاسو، الكاميرون وغينيا بيساو التي تشارك لاول مره. في مدينه فرانسفيل الجزائر، تونس، السنغال وزيمبابوي. المنتخبات الاربعه مجموعه نصفها عربي، الجزائر وتونس. اذا نذكركم مشاهدينا في مدينه فرانسفيل وهي في الجنوب الشرقي للجابون. في المجموعه الثالثه في مدينه اويام، هي في شمال الجابون، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطيه، المغرب ومنتخب التوغو. والمجموعه الرابعه وفيها منتخب مصر في مدينه بورجونتي وهي على الواجهه البحريه مثلها مثل ليبروفيل. اذا غانا، مالي، مصر ومنتخب اوغندا. هذه المجموعات الاربعه. نذكركم مشاهدينا بانه البطوله ستنطلق بالضبط في يوم 14 من شهر يناير وتنتهي بالضبط يوم 5 من شهر فبراير. حاتم، ترتيب مباريات المجموعه الثانيه: تونس مع الجزائر، بعد ذلك الجزائر والسنغال، تونس مع زيمبابوي، ومن ثم الجزائر مع زيمبابوي وتونس مع السنغال. لأي منتخب هذا البرنامج مفيد أكثر وأفيد أكثر؟ الجزائر بالنسبة لتونس. أنك يوسف تبدأ مع القوي. أول مباراة تبدأ مع القوي، ده أفضل شيء لأنك لتقف على استعدادك، هي تدخل في المباراة بشكل جيد، تكون عندك فرصة للتدارك. ولأنه دائما أول مباراة أصعب مباراة، لأنه لو تضع أنت الجزائر تدخل في مباراة والمباراة الأخيرة تكون مع الجزائر، اللي خاف من الأسد يطلع له تكون في أحسن حال. ولذلك أول مباراة مهمة. نعلم جيدا، نحترم الجار الجزائر وهذا لا عاد شك، لكن لا نخاف من الجزائر بالرغم أن يضم عناصر كبيرة. وذلك أظهر التاريخ، وإحنا كمنتخب تونس
من 78 جيل طارق الذيابي إلى غاية هذا الجيل الحالي أن نحبذ المباريات الكبرى وأن نلعب مع الكبار، ودائما يكونوا أفضل منا على الإمكانيات ونفوز. تحبذون مباريات شمال أفريقيا؟ أكيد نحبذ مباريات شمال أفريقيا ونحبذ الكبار، بالرغم أنه قبل المباراة أنه لنكون واضحين أن الجزائر أفضل منتخب إفريقي، لكن نحترمهم وعندنا حظوظنا للمرور. طيب ممتاز. بالنسبة لمجموعة المنتخب المغربي نفس الشيء، يعني وسيلعب مع توغو ومن ثم مع كوت ديفوار المباراة في الوسط، من ثم المغرب سيجرب حظوظه مع منتخب الكونغو الديمقراطي. يبدو أنه على كل حال عندما تبتعد عن كوت ديفوار في المباراة الأولى، ولكن يجب أن تكون قد فزت في المباراة الأولى في نهاية الأمر، بما أنه الأمر يكون أصعب إذا لم تحقق الانتصار في المباراة الأولى. كابتن وائل، أول مباراة الكونغو والمغرب، أو المباراة المغرب مع توغو. المغرب مع توغو. لا يعني فرصة المغرب أكبر طبعا. يعني أنا لو كنا بنرتب المجموعات يا يوسف، يعني مجموعة الجزائر وتونس هي الأقوى طبعا بصراحة في الأربع مجموعات. يعني بعديها مجموعة مصر، المجموعة الثالثة في القوة مجموعة كوت ديفوار والمغرب. الحظوظ الأكبر هتكون لكوت ديفوار والمغرب أكيد. الفريقين كمان مع بعض في كأس العالم برضو في مجموعة واحدة، ده يعني يصعب الأمور برضو على المغرب زي ما نفس القصة مع مصر. فالحظوظ الاكبر هتكون للمغرب وكوت ديفوار، وفعلا افضل ان المغرب تبعد عن كوت ديفوار اول مباراه. فرصه المغرب في الفوز على توجو هتكون كبيره ان شاء الله. المشكله فقط هي في المدينه التي ستلعب في هذه المجموعه. على كل حال وقت اقامه البطوله يا كابتن، يعني في شهر يناير الى الاول من شهر فبراير، تاخذ كثير من اللاعبين من الدوريات الاوروبيه النشيطه والكبيره. هذه الدوريات يعيشون فتره راحه، وفترة الراحة هذه بالنسبة لهؤلاء اللاعبين مع أنديتهم الأوروبية هي أبدا لن تكون فترة راحة، بما أن الجميع سينتقل للعب مباريات ودية للدخول في معسكرات وتجمعات تدريبية. هذا يشكل ضغط على اللاعبين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية؟ أكيد اللاعب اللي شارك في كأس أفريقيا دائما لم يعود إلى فريق يتأثر على المستوى البدني، وهذا لاحظناه معنا مع عدة لاعبين. الكل نتفكر يا تويري لما كان مع مانشستر سيتي كان في أفضل حالاته، ذهب إلى كأس أفريقيا عاد لاعب ثاني، يعني تأثر مستواه. ولذلك المنتخب المصري خلي بالك عدة لاعبين عندكم في أوروبا. لكن الإشكال أنه بالنسبة للقارة الأفريقية من الصعب أن يضعوا البطولة موازية لكأس أوروبية في شهر جون أو في شهر 6، لأنه في الوقت هذا يكون معنا طقس أمطار في أفريقيا، ولذلك يلعبوا في يناير لأنه طقس نوعا ما صيف، وهذا إشكال ولحد الآن لم يجدوا حل لوضع بطولة أفريقية في وقت يناسب اللاعبين في راحتهم ويكون بنفس البطولة الأوروبية أو قبل معنا ببعض الأيام. أنا أظن هذا يضر ويحدث مشاكل كبيره بالنسبه للاعبين اللي تلعب في اوروبا، لانه المدرب يا اما يقوم ببعض الانتدابات، يا اما اللاعب لما يذهب الى منتخبه يعود لا يكون كاساسي، ويضع ضغط على اللاعب خاصه لما يكون لاعب في اخر معناها العقد، فيضع ضغط على اللاعب اذا اراد تمديد العقد فلا بد ان تذهب المنتخب. وهذا يحدث مع بعض اللاعبين، وبعض اللاعبين خاصه اللي يكونوا في حاجه الى ماسه الى ان يلعبوا في فريقهم او في المنتخب. انا اظن انه ستكون مهمه للغايه، وهي فرصه لنقف على استعداد لاعبينا ونتمنى النجاح لكل المنتخبات. شكرا كابتن حاتم الطرابلسي محلل قنوات بي ان سبورتس نجم المنتخب التونسي سابقا، حياك الله. شكرا جزيلا لك. شكرا كابتن وائل، انت لعبت معنا اكثر من 190 دقيقه. شكرا ساعتين ونصف. شكرا جزيلا لك حضورك معنا، النجم منتخب مصر سابقا ونرتحل في قنوات بي ان سبورتس. شكرا لكما. شكرا بالتوفيق. شكرا لكم مشاهدينا متابعة هذه التغطية الخاصة بقرعة كأس الأمم الأفريقية الجابون 2017.